جيت السنه اللي فاتت هتلاقي في اعلامي جايب حد من النادي الاسماعيلي بيشتم على النادي الاهلي، السنه اللي قبلها هكذا هتلاقي برضه بنفس النظام، يحيى الكومي برضه نفس النظام طلع واتكلم عن النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. هي سلسله ومستمره ومش هتخلص، والناس طول ما زي ما بقول لحضراتكم دول موجودين هتلاقي الفتنه دي موجوده. باهر المحمدي خلال الماتش الراجل يعني بيشاور للجماهير وبيقول لهم احنا هنقعد في الدوري. انا كنت شايف يعني باهر المحمدي نرفز جدا في الماتش النهارده، نرفز قوي في الماتش النهارده. انا مش عارف هو يعني كان بيتعامل كده ليه، والراجل بيضرب محمد هاني على وشه والراجل الحكم بيدي الاثنين انذارات. انا كنت شايف محمد هاني ما يستاهلش ان هو ياخد انذار، الراجل هو اللي غلط في حقه وهو اللي ضربه بالقلم على وشه وزقه كمان. ولكن مفيش مشكله، دي نرفزه ملعب. ولكن الراجل بيرد على الجماهير بتاعته يقول لهم احنا قاعدين في الدوري. انت جاي النهارده في ماتش الاهلي تقعد في الدوري؟ انت فينك من اول السيزون؟ ما كنتش بتقاتل ليه عشان خاطر فرقتك؟ انت جاي النهارده تقاتل